بصوا يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعمل معاكم 5 دقايق للتاريخ، 5 دقايق للتاريخ، أقسم بالله ما هطول عليكم بأمر الله. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك واعمل متابعة وشيره، ما عجبكش الفيديو يا عم اعمل لي بلوك. تمام؟ متفقين؟ متفقين. النقطة الأهم بقى اللي أنا عايزكم تتفقوا معايا فيها في أول الفيديو، الكورة من غير أهلي أو زمالك في مصر مفيش كورة. والله حرفيا ما في كوره. الكوره من غير زمالك او اهلي في مصر ما فيش كوره. خليكم متفقين معايا من اول الفيديو على النقطه دي عشان تبقوا فاهمين كلامي ايه بالظبط. بصوا يا جماعه الخير، انا بالنسبه لي اخواتي واصحابي وجيراني وحبايبي وكل اصحابي، اقسم بالله انا اصحاب الزملكاويه اكتر من الاهلاويه. اللي بيطلعوا ينتقدوني ومش عاجبهم كلامي، اقسم بالله انت بالنسبه لي مطرف. اقسم بالله تمسكك بموقفك وتمسكك انك لعبت المباراه وان الاهلي انسحب من قدامك وان انت اخدت ال3 بونت وان انت تسببت في ضياع الدوري من الاهلي، اقسم بالله كل ده من حقك. اقسم بالله لو لومتك عليه ابقى ما بفهم كوره. واتمنى ان الزمالك يفضل متمسك بموقفه. وقابلني واحد صديق عزيز ليا زملكاوي امبارح وحاسس ان الزمالك هيتراجع عن موقفه، قلت له بامر الله الزمالك مش هيتراجع عن موقفه، ولا إدارة الزمالك ولا جمهوره هيسمح ان هو يتراجع عن موقفه. ده مبدئيا علشان تبقوا انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه. تمام؟ الزمالك من حقه يفرح بال3 بونت، من حقه يفرح ان الاهلي انسحب من قدامه، من حقه يفرح ان هو ضيع الدوري من الاهلي علشان الجاب ما يتسعش اكتر بين الاهلي والزمالك. تمام؟ دي اول نقطة. تاني نقطة بالنسبة للنادي الاهلي يا جماعة، انا كاهلاوي ليه بدعم قرار الاهلي؟ لاسباب كتير. اقسم بالله بكلمكم بكل امانه، اللي الاهلي بيعمله حاليا في مصلحه الكره في مصر كلها. ليه في مصلحه الكره في مصر؟ الزمالك دايما بيشتكي من التحكيم المصري ودايما عنده المظلوميه. 3/4 فرق الدوري، اقسم بالله 3/4 فرق الدوري، 3/4 ايه؟ اقسم بالله كل فرق الدوري مضروره من التحكيم وبالتحديد التحكيم المصري، واكتر 2 مستفيدين من التحكيم المصري هو الاهلي والزمالك. هتزعل كاهلاوي ازعل، هتزعل كزملكاوي ازعل. اكتر فرقتين مستفيدين من التحكيم في مصر ورضاءة التحكيم في مصر والمستوى اللي زي الزفت بتاع التحكيم في مصر، اكتر ناس مستفيدين منه الاهلي والزمالك على حساب باقي الفرق، شعبيه او غير شعبيه، شركات خاصه، حكومه، ايا كان. اكتر فرق مستفيده من سوء مستوى التحكيم في مصر هم الاهلي والزمالك. اتفقت معايا كاهلاوي اتفقت معايا كزملكاوي اتفقت، براحتك. زي ما قلت لك في اول الفيديو، عجبك شيره واعمل له لايك واعمل متابعه، ما عجبكش اعمل لي بلوك. انا ليه واقف مع محمود الخطيب؟ لاني العادي ان انا اقف مع اداره ناديه. زي ما انا بقول لك من شويه دلوقتي في اول الفيديو، ان انت من حقك كجمهور زمالك واداره زمالك ان انت تقف مع ناديك. من حقك انك تستغل الفرصه. والله انت بالنسبه لي مطرف، اللي انت بتعمله ده في مصلحتي انا كاهلاوي وفي مصلحه الكره المصريه. زي ما بقول لك ان تمسك الاهلي بموقفه وباللي الاداره عاملاه ووقوف جمهوره ضد في ظهر ادارته، ده كله في مصلحه الاهلي وفي مصلحه الكره المصريه. والله نفس الموضوع، وقوف جمهورك في ظهرك كزمالك وانت ثبوتك على قرارك كزمالك، اقسم بالله في مصلحه الكره المصريه كلها، مش في مصلحتك كزمالك بس. لان احنا عندنا المنظومه وصلت لدرجه بيقولوا فجر. والله العظيم وصلت لدرجه فجر. بمعنى احنا ما عندناش تحكيم، وعندنا رابطه غير شرعيه بتعمل جدول في نص الليل وبتنزله وبتفرضه على الانديه. والمفروض ان في اتفاق من بدايه الموسم بين رابطه الانديه واتحاد الكوره والاهلي والزمالك وبيراميدز ان ماتشات ال3 انديه دول مع بعض، ماتشات ال3 انديه دول مع بعض لتكافؤ الفرص بحكام اجانب. طب الاهلي شال الحكام الاجانب في الدور الاول، في الدور الثاني بعت للرابطه، الرابطه قالت له لا هتجيب على حسابك، قال لها لا ما انا جايب في الدور الاول. شغل تجاره هو وحورين يا تيتا. طيب الاهلي رفض، طب الرابطه قالت له انا هتكفل، هبعت لاتحاد الكوره، بعت لاتحاد الكوره قبل المباراه ب 48 ساعه احنا عايزين حكام اجانب. انا عندي سؤال واحد بس لاتحاد الكوره، انت ما عندكش امكانيه تجيب حكام اجانب للاهلي في مباراه الزمالك، صح؟ ما عندكش امكانيه، مفيش وقت. ما تبعت للاهلي تقول له انا ما عنديش وقت. سبت الاهلي لحد قبل المباراه ب 24 ساعه. الناس اللي بتتكلم في ان قرار الاهلي متاخر
انا مش طالع ادافع عن الاهلي، انا طالع ادافع عن الكره المصريه. والله ما بدافع عن الاهلي، انا بدافع عن الكوره في مصر، عشان يبقى في كوره في مصر. انت طلعت وقلت انا ما عنديش امكانيه للوقت، استنيت ليه ووعدت ليه الاهلي بحكام اجانب، واستنيت قبل المباراه ب 24 ساعه واعلنت طاقم تحكيم عنده مشاكل. الله، طاقم تحكيم الحكم الساحه نفسه كان موقوف شهر بسبب مباراه الزمالك. ما هو اما انت قاصد تعمل المشكله دي في الكره المصريه، يا اما انت لا عامل اعتبار للاهلي ولا الزمالك ولا الرياضه ولا الكوره ولا المسؤولين اللي هو اتحاد الكوره والرابطه. على فكره انا مش هجيب الغلط عند حد من الاثنين، هو الخطا مشترك. الخطا مشترك بين اتحاد الكوره وبين الرابطه. فاحنا يا جماعه مش عايزين نخش في لعبه حوريني يا كيكه. اتحاد الكوره والرابطه حلهم الوحيد حاليا ايه؟ عمرك ما هتقدر تطبق اللائحه على الاهلي. شوف بقى، انا اهلاوي اهو بقول لك، عمرك ما هتعرف تطبق اللائحه على الاهلي. ليه؟ لان الاهلي معاه كوارث. الاهلي بقاله يومين شغال على لجنه قانونيه بتحضر كوارث للفيفا، وانت خايف تعلن نتيجه مباراه الاهلي والزمالك علشان الاهلي ما ياخدش رياكشن بتاع الفيفا. الاهلي مش هيلعب الدوري، هتيجي تطبق عليه اللائحه ان هو ينزل درجه ادنى ويدفع 20 مليون والخ الخ ويتحرم سنتين. انت عارف ان الاهلي هياخد الرياكشن ده مع الفيفا، علشان كده مش قادر تعلن نتيجه المباراه ولا انسحاب ولا اعاده، لانك لو اعلنت اعاده الزمالك هيعمل عندك نفس المشكله. تقول لي يا محمد نرجع بقى لاول الفيديو، الكوره من غير اهلي او زمالك في مصر مفيش كوره. انت كاتحاد كوره ورابطه حاليا في ورطه قفل الضمنه ملهاش حل، مفيش حد معاه ورق يلعب بيه. الاهلي هيرفض، الزمالك هيرفض، انت في ازمه، انت في ازمه كبيره ما انتش عارف اساسا حجمها. يعني اتحاد الكوره حاليا والرابطه او الناس اللي مسؤوله عن قياده الرياضه عامه في مصر لازم تعرف ان هي حاليا في ورطه قفل الضمنه. لا هتقدر تعلن نتيجه المباراه بانسحاب الاهلي، لان الاهلي هينسحب من الدوري وهتيجي تطبق عليه اللائحه مش هتقدر. يعني انت بتتكلم في 70% من المشاهدات، وبتتكلم في 90% من السبونسر بتاع الدوري. مش هتقدر على الخسائر دي كلها، وفي نفس الوقت مش هتقدر على اللي الاهلي هيعمله في الفيفا، ومش هتقدر تعلن ان المباراه هتتعاد او ان المباراه مؤجله، لان لو عملت كده الزمالك تاثيره زي تاثير الاهلي. زي ما قلت لكم الاهلي والزمالك من غيرهم مفيش كوره في مصر. يا رب الناس الزملكاويه يكونوا فيهم وجهه نظر اللي بيهاجموني. انا والله ما ضدك، انا معاك، انت من حقك تفضل على قرارك ومن حقك تاخد قرارك ده ومن حقك تفضل في ظهر ناديك، واتمنى ان ادارتك تفضل متمسكه برايها، لان كله في مصلحه الكره المصريه في الاخر، اللي بيعمله الاهلي واللي بيعمله الزمالك على فكره. لان احنا عندنا منظومه فاسده، اتحاد الكوره ورابطه غير شرعيه، والاهلي مستند على حاجات كتير وعنده بلاوي هيروح بها الفيفا، هيوقف النشاط خالص، مش هيبقى في كوره في مصر. طيب الاهلي يتعاقب ولا الدوري يتلغي؟ هقول لك الدوري يتلغي. الزمالك يتعاقب وينسحب من الدوري ولا الدوري يتلغي؟ هقول لك الدوري يتلغي. مفيش دوري من غير اهلي وزمالك، مفيش كوره من غير اهلي وزمالك. الكارثه والخسائر اللي انت تسببت فيها كاتحاد كوره وكرابطه انديه هيكون ثمنها غالي قوي، هو الغاء الدوري السنه دي. خليكم فاكرين كلامي للمره المليون. لو عجبك الفيديو وكملت ووصلت للنقطه دي اعمل متابعه وشير الفيديو على اوسع نطاق. لو ما عجبكش صباحكم زي الفل.